امر الجمهور كريم المتتبع لهذه المنافسه. وايضا نشاهدوا المحاوله، هدف اول لصالح المنتخب الوطني المغربي، وطريقه جميله ديال التعامل مع الكره، لان الكره كانت جانبيه يعني للاسف ما كنتوفرش على الاعاده وعلى الصوره هنا. الطريقه كانت جميله على مستوى التمرير الجانبي، والهدف الاول كيجي بصوره جيده من ايوب الكعبي، لانه طريقه جميله على مستوى استثمار الكره ووضع الكره في المرمى، لانه كان خلال على مستوى التغطيه الدفاعيه. وبالتالي الهدف الاول لصالح العناصر الوطنيه، وبالتالي يجي هدف في الدقائق الاولى، يعني الخمس حتى الست دقائق الاولى. فاعتقد انه كيعني بانه المهاجمين لقاو الحلول، لقاو الطريقه لفك الشفره الهجوميه ديال هذه المقابله. تحضير نشاهدونا من جانب عناصر المنتخب الموريتاني المغربي. تمريره الخط الوسط وتمريره كانت ناقصه بعض الشيء، بالتالي خاص يكون نوع من الحذر والحيطه في التعامل مع مثل هذه الكرات. شاهدوا معي التمريرات يعني ناقصه بشكل كبير. انس الزنيتي كيقوم بخطا فادح، خطا لا يغتفر صراحه، لانه خص كل الحزم ابعاد الكرات، لانه باش تلعب المقابله يعني بجديه خاص يكون الحزم. اف سي نواديبو يعني الطريقه اللي جاب بها الهدف ممكن نقول بانه ماشي غريبه، ولكن اندفاع يعني نحو الكره خلى انس الزنيتي يكون بعيد بعض الشيء على الكره الاخيره، وبالتالي هدف مباغت للمنتخب الموريتاني.